الممبار وحشوه بأسرع طريقة وطعمه روعة. بصوا الرز مستوي ومفلفل والممبار ما فرقعش معانا. يلا اعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة روشا ابراهيم سيف الوحش. بسم الله. احلى طريقة تعملي بيها الممبار عشان يطلع معاكي طعمه حلو وتنظيفه سهل ان احنا بنجيب الممبار بالشكل ده. واول حاجة بعملها ان انا بحطها في البق بتاع الحنفية من فوق وبملاه زي ما انتوا شايفين كده. لازم اعمل كده يا جماعة واضغط كويس جدا عشان اطلع اي رواسب بتبقى فيه من جوه، مش الحاجات اللي احنا بنكحتها بالسكين، لا، اي رواسب تانية جوه. طبعا احنا بنجيب من عند الجزار، هو مش هينضف لك التنظيف اللي هو مية مية يعني. فبس بعد كده بجيب الدهن اللي هو من بره ده، لو لقيت فيه مثلا اي حاجة لازقة فيه او كده يعني بالمقص بالراحة وبشيلها وبفتح الدهن، بس مش بشيله خالص. انا بنضف الدهن اللي بره ده لان هو جوه في الحشوة بيدي طعم حلو جدا. فلو الموضوع صعب عليكي بالمقص وتبدأي تفتحيه بالراحة كده وتبدأي تنضفي الدهن من اي حتة خشبة كده او قشاية او اي حاجة تبقى لازقة فيه، وتنضفيه كويس قوي قوي لان احنا هنقلبه ومش هنعرف ننضفه تاني، فده بيبقى تنظيف بقى نهائي. بخلص كل الكمية اللي معايا. بعد ما خلصت الكمية اللي معايا ببدأ اجي هنا في طبق وبحط شوية دقيق ملح وعصير ليمون وشرايح ليمون وبسيب فيهم الممبار منقوع شوية يا جماعة، عشان زي ما قلتلكوا ده تنظيف نهائي، لاني بعد كده هقلب الممبار فمش هعرف بعد كده انضف الموضوع، يعني انضف الجهة دي كويس. هدعكهم كده بايديا وبعدين هسيبهم منقوعين شوية. حاجة بقى تقلبي بيها الممبار هو السيخ بتاع الشواية يا جماعة. بصوا ليه كمان حتة من تحت فبتمنع ان الممبار يفلت معاكي، فانتي بصي بتحطيه كده من فوق وتبدأي تدخليه بالشكل ده، بتحطيه عند الطرف من بره وتضغطي عليه. بعد كده بتبدأي بصي تنزلي بقى الممبار معاكي زي ما انتوا شايفين كده، بيتقلب معانا بمنتهى السهولة. ودي احسن طريقة، ومهما كان الممبار طويل لو كيلو او نص كيلو هيتقلب معاكي كله من غير تعب ولا اي حاجة. هبدأ بقى اشيله من على السيخ بتاعي. بصوا بيفلت معايا بمنتهى السهولة، اهو بيتشال واحدة واحدة، مفيش اي مشكلة. طبعا هخلص كل الكمية اللي معايا بالشكل ده. بصوا ده طبعا ظهر الجزء اللي هو من جوه، وده الجزء بقى اللي احنا هنشتغل عليه وهننضفه، وهوريكم حاجة موجودة في اي بيت وسهلة جدا جدا تنضفي بيها، المهم بس انها تبقى جديدة ومش مستعملة. بس انت هتحطيها كده وتمسكي الممبار وتسحبيه بالشكل ده، هتلاقيه بينضف معاكي بمنتهى السهولة، وهتنضفي كل الكمية بأسرع وقت. ودي بأمانة يا جماعة أحسن طريقة جربتها وفعلا كانت سريعة جدا في تنظيف الممبار. هنرجع تاني برضو نحط الممبار بتاعنا في طبق بالشكل ده، وهنحط عليه شوية ملح ودقيق وليمون وهنسيبه منقوع شوية عشان برضو نتأكد ان مفيش اي ريحة زفارة في الممبار بتاعنا. بصوا كمان بعد ما شطفته بمشي عليه السكينة ما فيهوش اي حاجة عشان تتأكدوا ان الطريقة ناجحة جدا جدا 100% كمان اهو. بالسكين مفيش اي رواسب او اي حاجة بتطلع منه. شطفت الممبار بتاعي طبعا كويس جدا وصفيته خالص من المية. همسكه بقى عشان اقطع الممبار بتاعي كله بطول مناسب ويطلع معايا مظبوط وكله قد بعضه. بقيس شبر بايدي، بصوا زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. شبر واحد هيطلع معاكم الممبار طوله حلو جدا، ولا هو طويل قوي ولا هو قصير، هيبقى حلو خالص. هقيس شبر كده وابدا اقص بالمقص وهقصه كله وهجهزه. وبعد كده نروح بقى نجهز الحشو بتاعه الممبار. الحشوه دي حلوه جدا جدا واتحداكم لو جربتوها ان انتوا هتعتمدوها على طول في المحشي او في الممبار، لانها سريعه وبتدي طعم مميز جدا جدا. المقادير اللي هنقولها دي لنص كيلو من الممبار هناخد نص كيلو طماطم، بصلتين كبار ومقطعين صغير، هاخدهم هضربهم في الخلاط كويس جدا. هضربهم طبعا ناعم، وبعدين هنزل بيهم في حلة على النار مع رشة من السكر واسيبهم يتسبكوا مع بعض كويس جدا. انا مش هحط سمنة ولا زيت، هسيبهم بس يتسبكوا كده مع بعض. نروح بقى عشان نجهز الخلطة. انا طبعا بحب احط كزبرة خضراء وبقدونس وشبت، بعمل ميكس من التلاتة، بس بزود شوية في الكزبرة الخضراء. طبعا اللي ما بيحبش يحط حاجة من التلاتة ممكن يستغنى عنها ويضيف الباقي. طبعا هنا دول احنا عندنا حزم بتبقى كبيرة شوية، فدول حوالي 3 حزم. هخرطهم برضو ناعم صغير يعني مش كبير، علشان ما يضايقش بس اللي هو بياكل في المحشي او في الممبار بالشكل ده. معايا بصلاية كده صغيرة
دي برضه هابدأ أقطّعها لقطع صغيّرة أو أبشرها بالمبشرة طبعًا زي ما أنتم عايزين، بس أنا باحب أقطّع البصل عامةً مش أبشره، فابدأ أقطّعها كده إيه لقطع صغيّرة. راس توم صغيّرة كده هاقسمها بالسكين من النُص زي ما أنتم شايفين كده، عشان أول ما أخبط عليها خبطة واحدة إيه تتقشّر معايا بسرعة إنجازًا للوقت يعني. في الهون أو في الكبة زي ما تحبوا، بس الهون طبعًا بيبقى أحلى. هاخد التوم وهاخد كمان قرنين فلفل كبار، ممكن رومي أو حراق بقى زي ما أنتم عايزين، وهافرمهم كويس أوي بالشكل ده. بقى في طبق وننزل بالبصلاية اللي إحنا قطعناها صغير، وكمان هانزل عليها بالتوم والفلفل اللي أنا فرمته، وهانزل عليهم بقى بالتوابل. والتوابل دي عندي عبارة عن كزبرة ناشفة وكمون، وكمان معايا خلطة باعملها من ورق لورا وكبيبة صيني وحبهان وزعتر، وهاخد عليها قرفة وجنزبيل وبابريكا. طبعا القرفة والجنزبيل بتبقى كميات قليلة، نص معلقة شاي ونص معلقة شاي، انما الباقي بحط منه معلقة كبيرة لاني بحب التوابل في الاكل. بقلب البصل والفلفل والثوم والتوابل كويس جدا جدا، والخطوة دي بتدي نكهة وريحة حلوة قوي قوي للمحشي. هقلبهم كويس بالشكل ده. هنا الصلصة بتاعتي اتسبكت، هنزل عليها 3 كوبايات من الرز المغسول كويس جدا ومتصفي، والكمية دي تكفي نص كيلو من الممبار. هسيبها دقيقة واحدة عشان الرز ياخد من طعم الصلصة. انا بحب اضيف ماجي، ده اختياري ليكوا طبعا، وهنضيف عليهم نص كوباية من الزيت، واقلب الرز بتاعي. وطبعا الزيت مهم جدا عشان هو اللي هيخلي الرز بتاعي يبقى مفلفل. اقلبهم كويس قوي مع بعض زي ما انتوا شايفين كده تمام قوي. ننزل بقى بالملح بتاعنا، ننزل كمان بالخضرة بتاعتنا عشان تتغلف مع الزيت ومع الخلطة علشان ما تسودش معانا بعد كده بعد ما نخلص طبخ. نقلبهم كويس مع بعض. اخر حاجة بقى هنزل بيها ايه الخلطة اللي احنا عملناها وحطينا عليها التوابل، ونقلب كل الخليط بتاعنا مع بعض. ويلا بقى، بس انا بحب اسيبه لما يبرد شوية علشان لما نيجي نحشي ايه يبقى الحشو مظبوط ونعرف نحشي كويس. انتي لسه بقى مبتدئة واول مرة وعايزة تعملي الممبار، هي رقبة ازاز، عارفين ازازة الحاجة الساعة دي اللي هي صغيرة اللتر، بنقطعها من فوق زي ما انتوا شايفين. وابدأ اجيب اول الممبار بتاعي بالشكل ده، افتحه بالراحة خالص، وابدأ ادخله في الازازة من فوق في البق بتاع الازازة بالراحة خالص لحد لما هيدخل معايا، لان في ممبار بيبقى صغير مش كبير. واضغط عليه بالشكل ده وابدأ احشي بالطريقة دي. دي اسهل طريقة واسرع طريقة ممكن تحشي بيها الممبار في دقايق، مش هياخد معاكي وقت خالص خالص. وهتحشيه بالشكل ده وتبدأي توزعي فيه الرز. وطبعا بنسيب مقدار حوالي عقلة صباع من تحت ومن فوق علشان الرز بتاعنا ما يخرجش بره الممبار يا جماعة. ولما هنضغط عليه ونفرده جوه الممبار ناخد بالنا ان الرز ده لسه هيستوي، فما ينفعش نحشره جامد علشان ايه ما يفرقعش معانا او الرز ما يطلعش مستوي من جوه. نبدأ نوزع بالشكل ده ونضغط بالطريقة دي بالراحة خالص. وزي ما قلتلكوا بنسيب عقلة صباع. بصوا انا بنضف الرز من فوق بالطريقة دي علشان زي ما قلتلكوا يستوي معانا، وكمان ايه الرز يطلع مفلفل ومستوي مش معجن او مش مستوي خالص اهو بالشكل ده. وببدأ انضف كل الرز وانضف الممبار بتاعي من اي رز عليه علشان المية اللي نسلق فيها الممبار ما يبقاش فيها رز، ويطلع الممبار معانا مظبوط وطعمه حلو. هنعمل مع بعض واحدة كمان بنفس الطريقة. بصوا الطريقة سهلة جدا جدا جدا. اهم حاجة بس وانا بدخل ان انا امسك كويس قوي بايدي علشان ايه ما يفلتش مني، وعلشان احشي بسرعة خالص. خلص الكمية بتاعتي وفي حلة طبعا على النار المية بتغلي، ونملى الحلة لحد النص بس. وبعدين هبدأ اتعامل معاها معاملة الشوربة عادي جدا. احط فيها طماطم وبصل وتوم وفلفل اخضر، وكمان هحط التوابل بتاعتي، وهضيف كمان عليها فلفل اسود، وهظبط الملح. ولازم المية تكون بتغلي، وابدأ انزل بالممبار واحدة واحدة، انضفه كويس من الرز وانزل بيه واحدة واحدة علشان اول ما ينزل معايا في المية يتقفل على طول معايا من الجناب زي ما انتوا شايفين. اول ما يغلي معانا هنهدي عليه النار ونسيبه من حوالي ساعة لساعة وربع. بس انا اول ما جت ساعة يعني على طول رحت مطلعة منه واحدة وشفتها بالشوكة استوت ولا لا علشان الممبار ما يفرقعش معايا. ضروري جدا يا جماعة تعملوا الموضوع ده، ان انتوا تتابعوا الموضوع يعني من قبل الساعة كده، وابدأوا طلعوا واحدة وشوفوها زي ما انا عملت. حطيت فيها الشوكة لقيت الشوكة دخلت فيها عادي جدا، وكمان لما قسمتها من جوه لقيتها مستوية والرز بتاعها مفلفل علشان لا الممبار يفرقع ولا الرز
يعجن. هاخده طبعا وهحمره في طاسة على النار، اللي حابب بقى يحطه في الفرن يحطه. انا بالنسبة لي بحب طعم المتحمر في الزيت اكتر. الزيت طبعا بيبقى سخن، وبننزل بالمنبار بتاعنا وبنحمره، وبيطلع معانا مستوي جدا وطعمه في منتهى الجمال. وبألف هنا وشفا. تقريبا دي أسرع وأسهل طريقة ممكن تعملوا بيها الممبار وتقدموه في منتهى الجمال.